عايز تعرف تتعامل مع الناس السامة، خليك معايا في الكام نقطة اللي جايين دول. أول حاجة، ركز في مواقفهم اللي بتزعجك. الحقيقة إن إحنا أوقات كتير المواقف اللي بتزعجنا بنحاول نتجاهلها أصلا وما نركزش فيها عشان ما تضايقناش، لكن لو ركزت فيها والموضوع اتكرر منهم أكتر من مرة، وعلامات الاستفهام اللي هتدور في مخك ما تتجاهلهاش. تاني حاجة، أول ما تستشعر كده السمية في العلاقة دي، بطل وقلل الجدال معاهم. الحقيقة إن الجدال معاهم هيخلق توتر أنت في غنى عنه. تالت حاجة، لازم تحط حدود صارمة. الحقيقة إن الحدود هتخلق لك بيئة آمنة. رابع حاجة، على قد ما تقدر لو الأشخاص دي مش من الدايرة القريبة منك، حاول تقلل وقت معاهم. الحقيقة إن الوجود مع أشخاص سامة أكبر إهدار لطاقتك ولأعصابك ولكل حاجة تانية. خامس حاجة، ودي أهم نقطة في الموضوع، ما تحاولش تغير شخص سام. الحقيقة إن الشخص السام مستسلم وعنده مبرراته لسميته في علاقاته، لكن الخوف الحقيقي الخوف على نفسنا. خاف على نفسك، محدش هيخاف عليك. أنا نرمين هيكل، ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي اتغير لبعضها. السلام عليكم.